من غير أي مقدمات تعال اسمع بنفسك. خلينا نتفق، احنا لسنا اصحاب الحضاره المصريه، احنا ساكني ارض الحضاره المصريه. هل المصريين فعلا مش أصحاب الحضارة؟ اللي انت سمعته ده نفس الكلام اللي بيقولوه جماعة الأفروسنتريك، اللي بيتهموا المصريين إن هم سرقوا الحضارة المصرية وإن الأفارقة هم أصحابها الحقيقيين. والغريب إن نفس الكلام قاله ضيف مصري مع مذيع مصري على شاشة إعلام مصري. طيب هل اللي بيقول للمصريين إن انتوا مش أصحاب الحضارة وإنكم مجرد حراس لها مش شايف إن آثار الحضارة دي لسه موجودة في حياتنا لحد دلوقتي؟ سواء بقى في الصيد والزراعة والصناعة، يعني تقاليدنا لسه موجودة من آلاف السنين. ده غير إنها موثقة على جدران المعابد والمقابر. كمان في عادات زي الاحتفال بعيد شم النسيم والسبوع والأربعين وليلة الحنة. ده غير إننا لسه بنستخدم كلمات مصرية قديمة خصوصاً في الصعيد. يعني لما تلاقي عادات وتقاليد ولغة لسه مستمرة وشعب عايش على نفس الأرض، والعلم كمان أثبت إن في وجود استمرارية جينية، فالمنطقي إننا نكون بنتكلم على استمرار شعب عبر الزمن مش اختفاء شعب وظهور شعب جديد. وده طبعاً لأن مصر بحكم موقعها تقبلت شعوب مختلفة واختلطت بيهم عبر السنين، وده أكيد طبيعي حصل مع كل الحضارات مش المصرية بس. ولو شعب اختفى تماماً فطبيعي إن لغته كمان هتختفي، لكن اللغة المصرية ما اختفتش، هي اتطورت من المصرية القديمة المكتوبة بالهيروغليفية ثم الهيراتيقية ثم الديموتيقية، وآخر مراحلها كانت اللغة القبطية. يعني القبطية آخر تطور للغة المصريين القدماء، وعلشان كده في كلمات أصلها قبطي لسه بنستخدمها في العامية المصرية لحد دلوقتي، وتقدر تراجع الفيديو ده. حتى طلاسمها فكناها، ومش احنا اللي فكناها، ده جوه المستشرقين فكوها لنا، حجر رشيد لحد ما ابتدينا نفهم الكلام ده كله. بمناسبة بقى حجر رشيد، فشامبليون مش أول حد حاول يفك رموز حجر رشيد، واتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو قبل كده. لكن لما اتعلم اللغة القبطية وقواعدها وطريقة نطقها، وده كان على يد القبطي يوحنا الشفتشي، راح قارنها بالنص اليوناني اللي موجود على حجر رشيد، ومن هنا بدأ فك رموز الهيروغليفية. يعني القبطية كانت مفتاح قراءة تاريخ مصر القديمة. وبالمناسبة لفظ طلاسم اللي اتقال ده هو معتقد أوروبي، لأنهم كانوا بيعتبروا الكتابة المصرية ما هي إلا مجرد طلاسم وأسحار. تعالوا بقى نتكلم علمياً. بعد موضوع كورونا، مصر أطلقت مشروع ضخم جداً اسمه مشروع الجينوم المصري، وده علشان يفهموا التركيب الوراثي للمصريين، خصوصاً إن برغم اختلاط المصريين في فترة الكورونا إلا إن نسبة الوفيات كانت قليلة جداً. والمشروع كان هدفه إنه يجمع بيانات 100,000 مصري، وأول دراسة اعتمدت على أكتر من 1000 مصري من 21 محافظة، وكانت النتيجة إن المصريين لهم بصمة جينية مميزة وتم تصنيفهم كعرق مستقل، وبقى فيه تمثيل رسمي للجين المصري وقاعدة بيانات وراثية وطنية. وده بيأكد استمرارية البصمة الجينية للمصريين عبر التاريخ. وده برضو بيتفق مع دراسات الحمض النووي